جاي في 2024 ده خلاص شو رئيس لمصر 2024، احنا جايين بنظام تاني خالص. هو قائد سفينة المجرة اللي فيها نبي الله عيسى، يعني مش شخص عادي. يعني هم نزلوا مصر أو نزلوا الأرض وعايزين يحكموا العالم من مصر. وما أن خرجت خارج الكهف حتى احتضنني الشاب ده وقال لي أنا المسيح، أنا المسيح، ولكن وقع في قلبي إن هو الدجال. دي كانت الرؤية من 11 شهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي محمود جمال، يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا بحضراتكم. الفيديو ده فيديو خطير جدا جدا، كنت لازم أعمله. الفيديو ده عن شخصية الموسم، عن شخصية الفترة اللي جاية والفترة اللي فاتت، وبالأخص الفترة اللي جاية. والفيديو ده معمول دلوقتي في ميعاده المظبوط. انا تعمدت ان انا اعمله في بدايه الهيصه والدوشه. انا عارف ان الفتره اللي جايه الناس هتبدا تقول كلام كتير جدا عن الشخصيه دي وعن الراجل ده. الراجل ده يا جماعه كل اللي سمعه اندهش، كل اللي سمعه اتعجب، لدرجه ان اليوتيوبرز والناس اللي على السوشيال ميديا بداوا يتكلموا عن الراجل ده بدهشه وبغرابه، لدرجه في منهم اللي بدا يأول الكلام على المعنى اللي الراجل ده قصد يوصله للناس. وبدأ اليوتيوبرز يتكلموا بالطريقة بتاعته، هو مين وناوي على ايه، وقصة الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وتوقعاتي انا هل هيترشح ولا هيعمل ايه، وايه السر وراء ظهور الراجل ده. ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاعنا. شاهد الفيديو للنهاية. لو أول مرة ليك معايا في القناة اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تابع معايا الأخبار أول بأول، ما تنساش تحط إعجاب للفيديو. الراجل ده لما عرف نفسه اولا هو فاجئ الناس بموضوع الانتخابات الرئاسيه، وان انا هترشح، وقال بالنص ان انا هسقط ديون مصر اول ما هتولى. حلو جدا. فاتسال طبعا انت مين وحكايتك ايه، فعرف نفسه ان هو من اصول مصريه من المنوفيه، يعني الراجل ده من مصر وعايش بره. تعالوا نشوف عرف نفسه ازاي. صباح الخير، رضا بس على التساؤل الثمين. انا اسمي عماد محمد سعد الله، متخصص في تخصصين. التخصص الاول اللي هو الصيدله، كان بناء على رغبه الوالد، والتخصص الثاني اللي هو جراحه التجميل، ولكن بناء على رغبتي انا. اصولي مش يهودي ولا حاجه ولا اسرائيلي ولا حاجه، انا اصولي ترجع للمنوفيه بركه السبت. بالنسبه لاعماله هو بيشتغل ايه وبيعمل ايه، على فكره خليني اقول لكم ان الشخص ده من لغه الجسد ومن التنميه البشريه ومن المعلومات اللي نعرفها في علم النفس، الشخص ده شخصيه ناجحه جدا جدا. صدقوني هو شخصيه ناجحه من غير ما اعرف الراجل ده في الطبيعه. انا ما قابلتوش ولا اعرفه، بس الراجل ده الكاريزما والشخصيه وتعبيرات الوجه والمظهر العام بيقول ان الراجل ده شخصيه غنيه وناجحه جدا جدا جدا. داخلين في شراكه مع لؤمي اللي هو يملكه روتشيلد، احد الشركاء. معايا طبعا 3 شركاء اسرائيليين في الرخصه انا، ومعايا 3 شركاء اخرين. شركة ريتشارد الإسرائيلية دي أكبر عائلة ماسونية إسرائيلية، وبيقول إن هو شريك في الشركة بتاعتهم. معنى كده طبعا إن هو معاه فلوس كتيرة جدا، وما أظنش إن هو بيكذب. يعني المعلومة دي على ما أظن إن هو صادق فيها، تعبيرات وشه والطريقة اللي بيتكلم بيها هو صادق في ده. بيقول إن هو هيسقط ديون مصر أول ما ينجح. مش بس كده، ده بيقول لك أنا كده كده هترشح للانتخابات وهنجح. إن هو بيأكد، بيقول لك أنا هترشح وهنجح، وبعد ما هنجح مجرد اوصل للحكم الديون بتاعت مصر هتسقط كلها ومش هيكون في ديون على مصر. طب ازاي؟ اتسأل، لان دي معلومة غريبة جدا. تعالى نتكلم سياسيا وعقلانيا. انت بتقول ان اول ما هتولى هاسقط ديون مصر، طب ازاي؟ اتسأل السؤال، تعالوا نشوف رده كان ايه. بس على الاخوه اللي دمهم خفيف اللي بيقول لك ازاي هتسقط ديون مصر، دي مسؤوليتي انا. هسقط ديون مصر، مجرد فوزي هتسقط ديون مصر. وانا قلت لكم الكلام ده وعد ومش تهريج. مجرد افوز في الانتخابات وهيحصل زي ما اكدت لكم قبل كده. احنا جايين بخطه كامله لتغيير المنطقه كامله. زي ما انتم شفتوا، قال لك دي حاجه ترجع لي انا. والناس اللي واخده الموضوع بهزار وبيتريقوا على كلامي ان انا هسقط ديون مصر، بقول لك انا هسقط ديون مصر اول ما اتولى، ودي حاجه ترجع لي. يعني مالكوش دعوه انتوا لا اعمل. طبعا ده كلام عايم وكلام هبل. الراجل ده كل حاجه هنفضل نزنقه فيها كده ونساله سؤال في نقطه معينه هتلاقيه يقول لك دي بتاعتي، دي بتاعتنا احنا. وخلي بالك الراجل ده عامل شو وضجه كبيره جدا، ان هو مش مجرد انسان عادي وبيعلن الترشح للانتخابات. لا، هو بيتعامل على ان هو قائد مركبه فضائيه، وبيقول لك انا هنأمر السماء تمطر هتمطر، وهنقول للارض تخضر فتخضر، والديون نسقط الديون تسقط، والدنيا حلوه معاه، وكل حاجه اللي هو ربنا يسامحنا على التعبير ده كن فيكون. هو اللي بيوصله للناس كده ان هو مش شخص واحد، لا دول مجموعه، والخطه الماسونيه اللي هتحكم العالم.
وهنقود العالم من مصر، ومصر الوضع بتاعها هيختلف. واتكلم في نقطة برضه، فكرة ان اللاجئين السوريين وكل اللاجئين من كل الدول وبالاخص الدول العربية قال لك لا، مش هيكون في لاجئين في مصر، ان هنطرد كل اللاجئين. طيب يا عم محمود، انت دلوقتي نقلت لنا الكلام اللي هو بيقوله، طب الراجل ده حكايته ايه؟ معلش ما تستعجلش، كمل معايا. تعالوا نشوف واحدة من اليوتيوبرز اللي اتكلمت عن الشخصية ديت قالت ايه. تعالوا كده نشوف الفيديو مع بعض. هنؤمر المطر ينزل، ما كانوش بيهزروا ان هو فعلا يشبه الكائنات اللي انت بتنشري عنهم البيانات بتاعتهم بتوع المجرة. طبعا دي واحدة اتخدعت بالكلام بتاعه، بالشو اللي هو عامله والجو اللي هو عامله ده، اللي كنت بكلمكم فيه من اول الفيديو. ولسه الايام اللي جايه هنسمع هري كتير جدا. تشوفوا بتقول لك ده قائد مجموعه مش عارف المجموعه الفضائيه، واللي هيعمل مش عارف ايه، وبيمثل مش عارف ايه، وهيحتلوا العالم. وركبت في دماغها الوشاوش اللي هو قالها. بغض النظر بقى اذا كانت الست دي هو اللي مطلعها تقول كده او هي فعلا انخدعت، مش هتفرق معانا كتير، بس الفتره اللي جايه ناس كتير هتنخدع. ده غير ان في فيديو بيقول لك ان ده من الناس اللي بتمهد للمسيح الدجال. احنا هنسمع دلوقتي الفيديو، واحد بيقول لك ده من الناس اللي هم بيمهدوا للمسيح الدجال عشان خاطر خلاص هو هيجي. تعالوا كده نشوف الفيديو. اما بالنسبه لتحليلي انا وتوقعاتي انا اللي هتلخص الموضوع دوت، الراجل ده يا جماعه احنا طول ما احنا ماشيين في الدنيا بندور على 3 حاجات. المال ده اول حاجه، النفوذ والسلطه، ان انا يبقى ليا صلاحيات. الحاجه الثالثه الشهره، او يمكن نقول مثلا ان الشهره رقم 2، نمبر 3 اللي هو النفوذ والسلطه. الراجل ده يا جماعه غني جدا ومعاه فلوس كتيره جدا جدا جدا، ومساهم في احلى شركات ومعاه فلوس. طيب بيدور كده هو على الحاجتين التانيين، الشهره والنفوذ والسلطه. السلطه يعني انا ما اظنش اصلا موضوع ان انا هترشح والانتخابات والفيلم ده، هو مش حاطط احتمال حتى 50% ان هو هيعرف يترشح. هو بيدور على الحاجه التانيه اكتر ما بيدور على الحاجه التالته، هو بيدور على الشهره. ايه دليلك يا عم محمود؟ دليل الراجل ده بدأ القناة على اليوتيوب من شهر تقريبا، وبدأ يتكلم في حاجات معينة ان هو هينشر شغله. تعالوا هنشوف برضو الفيديوهات. اول فيديو كان نشره على قناته كان بيتكلم عن ان هو بيقدم وظائف للمصريين كده، هو عايز يعمل خير والناس تشوفه وتعرفه ويتشهر وسط المصريين. بعد كده بدأ ينشر اجتماع ليه مع وفد اسرائيلي ومش عارف ايه، برضه هنشوف الفيديو. الحاجة الثالثة بدأ يعرض شغل مكان هو هيشتريه او هيشتروه مع بعض مجموعة مستثمرين ويشتغلوا فيه ويستخدموه لبزنس. برضه نشره على اليوتيوب علشان خاطر يتشهر ويبقى النجاح اللي هو محققه واصل للناس. واحب اقول لكم حاجة، ان اي شركة تبعي او اي مؤسسة املكها في العالم، في دبي او في لندن او في مصر او في اي مكان، هي ملك لكل مصري وكل مصريه وكل. انا برحب بالوفد الاسرائيلي الموجود في دبي، هو جاي بيستثمر في كذا مكان وجاي عنده معلومات كبيره جدا جدا ومجالات متقدمه. كيف الرحله للطرطب على الناس ده؟ Hi everyone. Any day but perfect. وللاسف المحتوى ده ما جابش معاه، فقال لك ان انا اعمل حاجه غريبه عشان خاطر المحتوى يجيب والناس تتكلم عني. فبدا يلبس الكرافته، بدل ما هو كان بيلبس البدله وصدره مفتوح وشاب روش، لا قال لك لا، طب خلاص انا رئيس جمهوريه. بدا يلبس الكرافته ويخبط ويرزع في اي كلام، وخاصه ان احنا ظروفنا الاقتصاديه الايام دي صعبه شويه. اي حد يجي يقول لك انا هطلعكم من الازمه، انا هغني الناس، انا مش عارف، اي حد يقول لك اي كلام من دوت انت هتجري وراه. انما الراجل ده ولا المسيح الدجال، ولا بيؤدي الى المسيح الدجال، ولا هو سيدنا عيسى، ولا هو قائد مكوك فضائي ولا موكب فضائي زي ما بقول لك. كل ده هري في هري، ولا هيترشح اصلا للانتخابات الرئاسيه. ان هو بيقول لك انا هترشح وهنجح، وهتفتكروا كلام انا هنجح. لا، ده هو مش هيترشح اصلا للانتخابات الرئاسيه. دي نهايه القصه. الراجل ده يا جماعه وهم عشان خاطر ما تتشككوش في دينكم، ما تتشككوش في اللي اتعلمتوه في عقيدتكم. المسيح الدجال ليه مواصفات كلنا عارفينها، ولسه اصلا عن المسيح الدجال في مراحل هتحصل، في المهدي المنتظر، في ترتيبات هتحصل. ما تخلوش اي حد يضحك عليكم، احنا في فتن اخر الزمان. بس هو يعني على قد ما هو بيعمل شو وبيقلب الدنيا، انما والله الموضوع لو انت هديت كده وفكرت فيه بميزان العقل، الموضوع ما فيهوش اي تضليل ولا اي تدليل. مش محتاج ان انا اشرح كل ده علشان الناس
تفهم حقيقة الراجل ده. ما تنسوش تحطوا اعجاب للفيديو، اتمنى اكون عرفت اوصل الرسالة. استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.